السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا ومعاكم هنعمل وصفة حلوة قوي وجميلة وهتعجبكم وخفيفة. هنعمل النهاردة مع بعض الحواوشي وصفة سهلة جدا ومكوناتها برضو سهلة قوي وفي نفس الوقت بتبقى طعمها لذيذ وحلو. هنحتاج ايه في الحواوشي النهاردة في وصفتنا؟ هنحتاج لحمة يعني تقريبا نص كيلو او كيلو الا ربع. هنحتاج معانا توم يعني من 5 ل6 فصوص توم صغيرين، مش هنكتر عشان يعني لو حد عنده قولين وكده ما يتعبش منها. هنحتاج فلفل اسود والملح. هنحتاج بصلتين كبار وطماطمايه، مش هنكتر عن طماطمايه بس علشان تدينا طعم، ولو كترنا عن كده هتبوظ لنا العيش. وهنحتاج معانا زيت. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه هنمسك البصل هنقطعه بالطريقه دي ونبدا نحطه في الكبه عشان نفرمه فرم ناعم جدا. بعد ما قطعنا البصل كده وحطيناه في الكبه بالطريقه دي ونفرمه فرم ناعم اهو، هنحط عليه الثوم برضو في الكبه هنفرمه معاه، وهنحط عليه الطماطمايه دي هتدي طعم حلو قوي للحواوشي طماطمايه مش اكتر. وهنحطهم في الكبه ونفرمهم فرم ناعم ونرجع لكم تاني. ودلوقتي فرمنا اهو الثوم مع البصل مع الطماطم فرمه ناعمه خالص اهي. هنجيب برضو معانا قرن فلفل رومي، وممكن بقى اللي بيحب الشطه يحط فلفل شطه، احنا هنحط فلفل رومي عشان يدي طعم بس كده معانا في الحواوشي. هنحطه في الكبه ونفرمه برضو على الخليط اللي احنا عاملينه ده فرم ناعم ونرجع لكم تاني. ودلوقتي بعد ما فرمنا اهو الخليط كله مع بعضيه، الثوم مع البصل مع الطماطم مع الفلفل الرومي، هنبدأ بقى نجيب طبق ومصفى ونصفي الخليط ده شوية من المية. هنصفيه حبة كده من مية البصل. علشان نصفي الخليط من المية ممكن نحط له حبة ملح، الملح بيساعد ان البصل يتخلص من المية بتاعته. هحط له رشة ملح اهو، رشة ملح بسيطة اهي، وهنزل المية شوية بتاعة البصل عشان ما تعجنليش العيش. تمام، هنزل المية بتاع البصل، وبعد ما صفينا البصل وخليناه ناشف معانا بالطريقه دي الميه بتاعته كلها نزلت اهي، هنتخلص من الميه بتاعته ونبدا بقى ننزل بالخليط بتاعنا. هننزل بالبصل مع الخليط بتاعنا اللي هو زي ما قلنا توم وبصل وطماطم وفلفل رومي. هننزل عليه باللحمه اللي احنا فرمينها اهو بالطريقه دي كده، وهنبدا نحط بقى فلفل اسود معلقه كبيره، ونحط الملح على حسب ما هنبهر بقى ونملح وندوق الملح معانا ويبقى مظبوط. ونبدأ ندعك البصل مع اللحمة مع الفلفل مع الثوم مع كل الخليط بتاعنا، نبدأ نهرسه مع بعضيه كده ونخليه يتجانس مع بعضيه بالطريقة دي كده. ودلوقتي بعد ما خلطنا الخليط كله مع بعضيه اللحمه مع البصل والثوم والفلفل والبهارات وبقى بالشكل ده كده، هنبدا في المرحله بقى بتاع ان احنا نحط اللحمه جوه العيش. هنحتاج عيش زي ده. بصوا ده حواوشي مصري. في حواوشي تاني اسكندراني ان شاء الله هبقى اعمله معاكم في القناه ان شاء الله قريب. دلوقتي الحواوشي المصري بيتعمل في عيش زي كده يعني، ويستحب يكون العيش ده عيش قمح، ما يكونش عيش شامي اللي هو لونه يعني مغمق شويه كده، عيش القمح، عشان العيش الشامي ممكن يبرول معانا في اللحمه لما نحط فيها اللحمه. هنمسك الرغيف كده يكون نعرف نفتحه كده اهو، هنفتحه من تحت بالطريقه دي فتحه صغيره كده، وهنبدا نجيب شويه من اللحمه كده ونفردها
نفردها جوه الرغيف اهو، بفردها كده شايفين معايا جوه الرغيف بالطريقه دي. بحط اللحمه على حسب على قد ما اعرف افرد، يعني طبقه رفيعه مش بتخنها، طبقه مش سميكه رفيعه اهو. فردتها بتبقى معانا بالشكل ده من جوه تمام. واروح عامله على الرغيف كده، وابدا بقى بالزيت بالفرشه وادهن كده العيش بتاعي من فوق، وابدا ادهنه كمان من تحت بالطريقه دي. والزيت يكون زيت نضيف، يعني زيت كويس تمام. او الرغيف معانا اهو. انا طبعا مش بغلفه، في بيغلفه بورق فويل وهو او ورق مثلا زبده وهو بيحطه في الفرن، ما ملهوش داعي خالص. انت اما هتحطيه كده حطيه في الرف اللي هو الشبكه، في الرف الوسطاني، وبيحطي تحت ايه ورقه فويل كبيره كده، فرشيها من تحت بحيث الزيت ينقط على بس ورقه الفويل. بس سيبيه مفتوح عادي، ولا تغطيه بورق فويل ولا زبده، هو كده بس وهنحطه في الفرن. هعمل معاك واحده تانية. بمسك العيش كده، يكون العيش ينفع بيت مفتوح كده ما يكونش لازق في بعضيه، واروح فتحاها من اي جنب فتحه صغيره كده، وابدا اخد اللحمه بالطريقه دي واحطها جواها كده بطرف ايديا كده، واحاول ان انا ايه افردها جوه الرغيف، افردها جوه الرغيف ويبقى سمكها كده ايه بشتكين، ولا يعني مش بشتكين عشان تستوي معانا، تبقى رفيعه وهتبقى طعمها حلو وجميله يعني. ومن فوق كده افردها كده، واجي بالفرشه برضو اجيب الزيت وابدا بالفرشه كده وايه، واعمل بالزيت كده مسحه زيت، والجنب التاني مسحه زيت بالطريقه دي، واحطهم فوق بعض كده لحد ما هدخلهم الفرن. نعمل مع بعض واحده تانية اهو. رغيف تاني معانا اهو، بنفتحه كده اهو، ونبدا نحط اللحمه جواه بالطريقه دي كده اهو، ونبدا نفرده برضو بالطريقه دي. نفرده في كل الرغيف، يعني ما نسيبش ولا حته ما فيهاش، يعني كله في كله كده بالطريقه دي. وبرده الزيت، دهنه زيت من فوق كده ونقلبه، ودهنه زيت من تحت، وهنحطه فوق بعضيه كده وهنخلص كل الكميه ونرجع لكم ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي بعد ما خلصنا حشو كل الحواوشي اهو، قطع معانا كمية كبيرة على فكرة، يعني يجي مثلا 10 او حاجة زي كده، لان الحواوشي ده بنحط له بصل برضو كتير، يعني وجبة موفرة، يعني ما نفتكرش عشان هي فيها لحمة وكده فهي وجبة مش موفرة، هي وجبة طعمها حلو وكمان موفرة، لان انا بحط معاها كمية بصل حلوة يعني. هنبدأ دلوقتي ازاي نسويه. زي ما قلت لكم، في الرف الوسطاني اللي هو الشبكة، هروح رصة العيش كله جنب بعضيه كده على الشبكة، وبعد كده اروح فاتحة، انا هفتح الفرن قبليها، يعني انا دلوقتي فاتحة الفرن وهو سخن تمام على درجة حرارة 200، وتحت احط ورقة فويل بس علشان الزيت اللي هينقط من العيش ينزل على ورقة الفويل مش اكتر. انما انا لو غطيته هو ممكن يعجن مني وملهوش لازمة، يعني خطوة زيادة اوفر ملهاش لازمة. هنبدأ نحطه دلوقتي، يعني هو هياخد له وقت تقريبا يعني ساعة الا ربع تقريبا، هنشوف هيستوي في قد ايه، واما هيستوي هقول لكم خد وقت قد ايه في الفرن، وبعد ما يطلع هوريه لكم ان شاء الله. ودلوقتي معانا بعد ما طلعنا الحواوشي بتاعنا من الفرن، خد تقريبا ساعة الا ربع زي ما قلت لكم. الفرن اللي فيه مروحة مفيش داعي ان انت تقلبيه، الفرن ما فيهوش مروحة. بعد ما هيحمر كده من تحت هنقلبه على الجنب التاني. شايفين شكله جميل ازاي، وشايفينه من جوه عامل ازاي مستوي، شايفين وجميل ازاي. تعالوا نفتح واحدة هنقطعها عادي بالقطاعة بتاع البيتزا اهو. شايفين بيقرمش ازاي من على الحروف، فظيع. جربوه هيبقى طعمه خرافة وريحته فظيعة، هتحكموا بس بعد ما تجربوه ان شاء الله. تعالوا نشوفوا كده ايه رأيكم، حاجة كده فاخر من الاخر. شايفين
طبعا مع شوية سلطة خضراء وشوية سلطة طحينة، يعني هتبقى وجبة ممتازة ولذيذة جدا وهتعجبكم قوي. جربوا ان شاء الله الحواوشي بالطريقة اللي قلت لكم عليها دي، هتبقى حلوة قوي وهتحبوها، وخفيفة وحلوة وطعمها هيبقى جميل. اتمنى ان الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.